لم تتخيل المرأة أبدا أن الملك القرمزي القاسي والدموي كان في الخفاء، مجرد رجل مهووس بأخته المفقودة حتى أنه انخفض ليصبح وحش عقدة المرأة فقط ليحصل على هوية جندي منخفض الرتبة في الجيش. لأن في هذا العالم المروع الجيش فقط من يملك حرية الحركة، ومصدر كل ذلك كان عالم آثار الذي كسر ختما قديما عن طريق الخطأ، مطلقا ضبابا قرمزيا ابتلع المدينة. البشر الذين استنشقوه تحوروا، جنوا وماتوا في عذاب، ومخلوقات أخرى تحولت إلى وحوش إرمزية مرعبة. لكن التقارير الرسمية أخفت الحقيقة. الناجون لم يكن أمامهم سوى الفرار مذعورين عبر الأنقاض. قبل 3 أيام بثت الحكومة الرسمية نداء بعدم الذعر، البقاء في المنزل وعدم الخروج. لكن الآن كانت العائلة كلها جالسة داخل سيارتها، وفجأة طرقات قوية على النافذة مع صراخ. حركوا السيارة الآن فورا. كان الجيش تمتم ضدهم بغضب. السياسيون لا يعتمد عليهم أبدا. لقد نشروا الجيش وهم لا يزالون يسمون هذا كارثة طبيعية. في تلك اللحظة اقتربت أخته وهمست: أخي أنا خائفة، لا بأس، نحن جميعا هنا. طمأنها رغم أن صدره ضاق. لكن هذه الأصوات جنونية. ما هو هذا الضباب القرمزي بالضبط؟ قبل أن يتمكن من الانتهاء فرقع صوت مدو في الهواء. سيارة كاملة قذفت في السماء، ومن كل الاتجاهات جاءت تطير نحوهم. وضع يده على رأس أخته غريزيا: انخفض الآن. بوم الصدمة سحقتهما، والسيارة اصطدمت بأخرى. دهست معا كساندويتش. صاح مذعورا: أبي أمي هل أنتما بخير؟ عض والده على أسنانه. ساقي عالقة، والأسوأ من ذلك زئير مرعب لوحش تردد في الشارع. التفتت العائلة كلها نحو الصوت. ما هذا؟ مخلوق ضخم هائل الحجم يزأر بغضب، بينما الجيش أطلق عاصفة من الرصاص عليه. خلفهم هربت الحشود مذعورة. تصرخ: أركضوا وحش، هناك وحش. صاح والدهم: أسرعوا. فتح الباب بركة قوية، أزاح الباب وسحب ابنته للخارج، ثم اندفع ليفتح باب الراكب. صرخت والدتهم: خذ أختك واذهب، اتركنا. لكنه كيف يتركهم؟ لا، سأخرجكما من هنا. في ذعرها صرخت أخته: النجدة. ثم أدركت خطأها فورا، غطت يديها على فمها. والدتهم بكت وهي تصرخ مجددا: اذهبا. ابتسم الوالدان عبر الدموع. نظرتهما كانت مليئة بالعزم، عيونهما تقول: كن رجلا تحمل المسؤولية. أنت الأخ الأكبر، احمي شياو شواي. في اللحظة التالية شيء ضخم اتحط، قذف به وبأخته في الهواء. عندما سقط على الأرض رآه بوضوح: وحش أسود يشبه كلبا عملاقا مشوها، بطنه مشقوق بشكل بشع وعظامه مكشوفة. وفجأة اختفى والداه إلى الأبد. لكن نظرة الوحش كانت الآن مركزة عليه وعلى أخته. عض على أسنانه سحبها وركض، لكنها قاومت قليلا، غير راغبة في ترك والديها. انفجارات اندلعت حولهم. العالم يبدو كأنه نهاية الأيام، مع وحوش طائرة تحوم في السماء. حتى طائرات الجيش تسقط. الحيوانات والبشر على حد سواء يفقدون عقلهم. ولم يكن يعرف ما يحدث. لم يكن يستطيع سوى سحب أخته والاستمرار في الركض. الشوارع تردد زئير الوحوش، وهو ينقلها من مخبأ لآخر. خائفين من أن يكشف أمرهم، عقله يسرع. السوبر ماركت، هناك غطاء كثير وإمدادات كثيرة. إذا وصلنا هناك قد نتمكن من الصمود حتى وصول الإنقاذ. شاهد وحشا قريبا يبتعد. أطلق نفسا طويلا. لقد ذهب. لكن في اللحظة التالية صرخت أخته، خطوط قرمزية تنتشر على وجهها. ذعر: شياو شواي، ماذا يحدث؟ أمسكت صدرها وهي تلهث: أخي، أشعر بسوء شديد. ثم لاحظ برعب أن نفس الخيوط القرمزية تزحف على جلده. ما الذي يحدث؟ هل استنشقنا الكثير من الضباب الأحمر؟ بل للمنشف بالماء وضغطها على أنف وأفواه أخته. لكن في اللحظة التالية ساء تحوله. حرارة تجتاحه كأن شيئا بداخله يحاول الخروج. صرخت أخته بخوف: أخي، ماذا يحدث لك؟ عض على أسنانه: لا بأس، أنا بخير. يقاتل يائسا ليمنع نفسه من التحول.
لكن الهالة غير الطبيعية جذبت انتباه الوحوش القريبة. ارتجفت أخته وهمست: أخي لا تخيفني هكذا. نظر إلى الوحوش تقترب وسب في نفسه: اللعنة، لقد اكتشفونا بلا خيار. أمسك يدها وركضوا مجددا، لكنه سرعان ما أدرك أن هناك خطبا. وحش آخر يقف في الطريق أمامهم، ثم ظهر وحش ثاني من الخلف، محاصرين في كماشة قاتلة. صوت أخته يرتجف: أخي ماذا نفعل؟ بشكل غريب لم تهاجم المخلوقات فورا، كأنها تنتظر شيئا. قبض على فكه وقال لها: لا تخافي، أنا هنا. لا تخف، فأنا هنا فقط. ثم انشق السماء زؤير أعلى بكثير، ونزل وحش طائر بضربة صاعقة، هز الأرض وأثار عاصفة من الغبار. من رد فعل الآخرين لا بد أنه زعيمهم. هل كان هذا حقا يومهم؟ لا مفر. بلا تردد سحب أخته نحو المتجر داخلا الاختباء. على الأقل كان هناك وحش واحد فقط. الخارج كان خطيرا جدا، كان عليهم المخاطرة وإسقاطه. أمسك بعصا خشبية واندفع. مهما كان شرسه هو مجرد كلب مسعور. لكن في اللحظة التالية انكسرت العصا إلى نصفين. زأر الوحش واندفع للأمام. لم يتوقع أن يكون قويا هكذا. جاهد بكلتا يديه وساقه ليفتح فكيه بياس. ثم طق سهم اخترق عينه مباشرة. إذا لم يكن هناك شيء آخر فقد انتهى الأمر للأبد. أخي، هل أنت بخير؟ جئت للمساعدة، لم أجد مسدسا. هذا كل ما في السوبر ماركت. تنفست وهي تمسك بالقوس. أنا بخير، لقد فعلت جيدا. ابتسم، لكن الرهبة ملأت صدره بينما الوحش منتقم ولا يرحم. تخلى عنه واندفع نحو أخته. دارت وركضت وهو يصرخ خلفها: شياو شواي، لا تجرؤي على النظر خلفك. تحوله كان يزداد سوءا بسرعة، وفي كل الأوقات كان يجب أن يكون الآن. لقد تعثرت أخته للتو، وكان الكلب الوحشي عليها شيء ما بداخله انكسر. زأر وسحق الجدار بجانبه. قضبان حديدية بارزة بيأس رمى قطعة الجدار كاملة. ضرب الوحش بقوة في الرأس. أي حقير يجرؤ على إيذاء أختي يموت. مدفوعا بالغضب أطلق عاصفة من اللكمات على المخلوق. أخته مذعورة هرعت وتمسكت به. أخي ماذا يحدث لك؟ توقف، أرجوك توقف. أنا بخير حقا. أنا بخير، أرجوك لا تفعل هذا. حالته الهائجة أرعبتها تماما. صوتها المرتجف أخيرا اخترق. رمش عاد إلى نفسه يلهث: شياو شواي، أنا بخير الآن. آسف لأنني أخفتك. أخي، هل أنت متأكد حقا؟ لكن قبل أن يتمكن من الرد ظهر وحش آخر خلفها مباشرة. دفع شياو شواي جانبا بكل قوته. احذري، هذه المرة كان وحش طائر متحول يندفع نحوهم. انتزع قضيب حديدي قريبا ودار به بكل قوته. أيها الطائر القبيح، ابتعد عن أختي. لدهشتي طار الوحش الطائر من على قدميه. هذه القوة يمكنني فعلا هزيمتهم. لم يعرف السبب، لكن لا يمكن إنكار ذلك. لقد أصبح أقوى. التفت إلى أخته: ابحثي عن مكان للاختباء، سأذبح هذه الأشياء. وجه شياو شواي توتر بالقلق، لكنها عرفت الحقيقة. أحد الأكبر كان يراقبهم، ولم يكن لديه خيار سوى جذبه بعيدا. تمسكت به مرتجفة: أخي لا تذهب، أخاف أن تفقد السيطرة مجددا. وضع يده برفق على رأسها: لا تقلقي، هذه المرة لن أفقد نفسي. لكن صوتها انكسر ودموعها تكاد تفيض، قاطعها بحزم: ابقي هنا وانتظري، سأعود إليك قريبا حسنا. رغم ترددها أومأت وعدت بوعدها الخاص، ثم وعدني بأن تعود بأمان. بالطبع، ثق بأخيك. مع ذلك خرج إلى العلن. إذا كان تخمينه صحيحا، قتل هذه الوحوش، وامتصاص طاقتها القرمزية كان مفتاح قوته. أنت تحمل طاقة أكثر، أليس كذلك؟ إذا قضيت عليك سيكون لدي طاقة كافية لحماية عائلتي. فموت من أجلي، لكن بدلا من التقدم. أرسل الزعيم مجموعة من الوحوش الأقل رتبة أولا. ابتسم ساخرا: هل ما زلت غير جدير باهتمامك الشخصي؟ حسنا، سأقطع كل واحد منهم حتى أقف أمامك مباشرة.
بصراخ أسقط سلاحه ضربة عمودية محطما مباشرة على جمجمة الوحش. في اللحظة التالية اندفع وحش آخر وعض كتفه زأر والقوة تجتاحه. في لحظة طرد وحشان عن أقدامهما، تحولت ذراعيه إلى مخالب وحشية، طاقة سوداء وقرمزية تتدفق عليهما. هذا هو، هكذا يشعر القوة مذهل من الآن فسادا وقت سيدي. حينها مزق زؤير طائرة عسكرية السماء، قذفت قنبلة من الأعلى. رد زعيم الوحوش بزؤير مدون. انفجار هز الأرض، دخان يتصاعد إلى السماء، لكن كل ذلك كان بلا جدوى، الوحش وقف دون أذى. وكذلك هو رد بزئير خاص به، وبانفجار سرعة انطلق في ساحة المعركة. بدأ مذبحه بحلول الآن، بدأ منهكا ومكسورا، لكن عندما صفن ذهنه كانت أولى أفكاره عن أخته. لكن كل ما تركته شياو شواي كان دمية قماشية، ببطء تلاشت علامات التحول من جسده. لقد فقد أخته فعلا. شياو شواي، آسف، كان أخوك متأخرا جدا. أين أنتما يا أمي وأبي؟ هل خذلتكما أيضا؟ لم أستطع حمايتها. تذكر خافة لحظة مرور القاذفات فوقه وهو يحدق في يديه المشوهتين. غير الإنسانية. ضاق صدره. يداي، ماذا أصبحت؟ ماذا يحدث لي؟ القنابل تقترب. وصاح: شياو شواي، ابتعدي، الأمر خطير جدا. ثم بوم، انفجار مدون ابتلع كل شيء. من خلال رنين أذنيه سمع خفقان مروحيات. هناك ناج هنا، أفحصوه، هو مصاب، اتركوها، تلك الفتاة هناك، خذوها. تحركوا بسرعة، أسرعوا، الوحوش ستعود في أي لحظة. لم يستطع سوى المشاهدة عاجزا، بينما كانت المروحية تحملها بعيدا. لكن في ذلك اليأس بقيت راحة صغيرة. على الأقل شياو شيو آمن. أخي، لماذا لم تأت لتنقذني؟ في حلمه كانت شياو شيو محاطة بالنيران، وفي اللحظة التي امتد فيها يده إليها اختفت في العدم. استيقظ فجأة، كان مجرد كابوس. اللعنة، نفس الحلم مجددا. شياو شيو، مضى نصف عام، أين أنت؟ لحسن الحظ لم يكشف عن هويته منذ أن أخذت شياو شواي بحث في كل ملجأ وجده، لكن مكانها ظل مجهولا. ليواصل البحث عنها انضم إلى أدنى رتب الجيش. دورية الحدود. في هذا العالم الفوضوي الجيش فقط يملك سلطة جمع المعلومات والحركة بحرية. الآن تمركز في نقطة حدودية بمدينة تشيشي. القبطان: آسف لتأخري عن نوبتي. القبطان جاجون استقبله بركلة حادة في الخلف. أيها الأحمق، أين كنت تكاسل مجددا؟ قلت لك تولى المهمة وأنت تأخر. مبتدئ عديم الفائدة. اعتذر القبطان. تسلق برج المراقبة. من الأسفل صاح القبطان مجددا: عندما يصل الكبار يمكننا أخيرا الانتهاء. هل تسمعني؟ صاح ردا: نعم سيدي. لكن صوت القبطان أصبح باردا: إذا أخطأت سأجعلك تندم. قبل نصف عام انفجر الضباب القرمزي محولا معظم المدن إلى أنقاض مأوى للوحوش، ومع الضباب ارتفعت بنية غامضة. البرج القرمزي الذي تمسك به الناجون من البشرية فقط للحياة على الأطراف، بعيدا عن البرج والضباب. عادت أفكاره إلى ذلك الوحش الذي واجهه هو وشياو شواي في السوبر ماركت. هل ما زال ذلك الشيء هناك؟ في الوقت نفسه تمتم القبطان جاجون مع فرقة الاستجابة الخاصة هناك. دورية الحدود لدينا مجرد واجهة. إذا لم يتمكنوا من الصمود، ما فرصنا نحن الجنود العاديين، سخر الجنديان الآخران، القبطان. تبالغ. هذه فرقة الاستجابة الأسطورية، خسارتهم مزحة. لقد سحقوا الوحوش حتى هنا دون حتى التباطؤ. جلس ينهو بهدوء على برج المراقبة. حتى بعد كل هذا الوقت لا زال نتن الضباب القرمزي يقرفه، يثير الغريزة الدموية، يدفع المخلوقات لقتل بعضها البعض. فجأة لاحظ الضباب يتحرك ويتشتت بشكل غير طبيعي. لا، شيء يشق طريقه خلاله القبطان. شيء قادم. انظر، ما يمكن أن يكون. توقف عن الذعر قبل أن تنتهي الكلمات. ارتفع الضباب بعنف. القبطان: إنها فرقة الاستجابة. كان عضوان من الفرقة يركضان بيأس.
كما لو كان يتسابقان مع الضباب نفسه. سيدي ماذا حدث هناك؟ عودوا، لكن في اللحظة التالية مزقت صرخاتهم الهواء. أمسك القبطان بجهاز اللاسلكي وصاح: جميع الوحدات تراجعوا. انسحبوا الآن. في اللحظة التالية خطم مخلب في زي القبطان رافعه عن الأرض. أصبح وجهه شاحبا. هذه هي النهاية. أرى أجدادي يلوحون لي من الأعلى نظر يانه للأسفل. بينما يبتلع الضباب القرمزي الأرض تحته، من خلال الضباب لم يتردد سوى صرخات الذعر: اركضوا، أسرعوا، إنهم قادمون. قفز دون تردد. اصطدم مباشرة بوحش ودفعه إلى التراب. زأر وحش آخر بغضب نحوه، لكنه لم يعد الرجل الذي كان قبل نصف عام جندي جديد. حزمة خبرة وصلت إلى باب منزلي، سأستلمها في لحظات. الوحش الثاني كان ميتا، طاقته تتدفق إليه. جيد. امتصاصها جعلني أقوى مجددا. كم عدد الوحوش المتبقية قبل أن أصل للمستوى التالي؟ 6 وحوش أخرى اقتربت منه. بدلا من الخوف أضاء الحماس وجهه. هيا لا تخذلني. لكن في اللحظة التالية تغير كل شيء، وميض ضوء مزق ظهره وانفجرت الوحوش حوله إلى أشلاء. وقفت امرأة هناك، سلاح في يدها، تسرقت له بوقاحة. اسمها سونغروي، قائدة فرقة الدم القرمزي. يانه لعن في نفسه. اللعنة عضو من فرقة الاستجابة. كان بحاجة للعودة بسرعة. وصلى. ألا تكون قد لاحظت؟ صوت سونغروي كان حادا وباردا. لا تتركوا أحدا حيا، امحوا الجميع. دارت ماسكة بندقيتين نحوه. مندهشا رفع يديه فورا، لكن الطلقات أطلقت. وأدرك يانه أنه لم يكن الهدف. الرصاص مزق الوحش خلفه. لم أكن أبالغ. الهدف مؤكد، تم القضاء عليه. نظرت سونغروي إليه من الأعلى. أين سلاحك؟ جند الدورية. غاص قلب يانه. أنا في ورطة، ومع ذلك لم يستطع إنكار أنها كانت مذهلة. جميع الوحدات تراجع إلى خط الدفاع المؤقت بدون أوامر القائدة سونغ. لا يدخل أحد. درست سونغ رووي الأرقام على جهازها اللوحي. صوتها بارد. المنطقة نقطة متقدمة. الخسائر 37، بينهم 2 من فرقة الدم القرمزي، 30 من وحدة الدورية. هذا هو تقرير الخسائر الرسمي من هذه الحادثة. احتج يانه بلا حول. فلماذا تحتجزني إذن؟ أنا ضحية أيضا. في 17 كولين 23 تركت وحدتك بدون إذن لمدة 2 ساعات. بدأ تفشي الضباب القرمزي مباشرة بعد عودتك. لماذا لا تعتقد أنك مدين لنا بتفسير؟ يان هاو، كم ألعن هذه المرأة الحادة. سأضطر للخداع للخروج من هذا المأزق. أنا فقط غفوت قليلا في الأطلال القريبة، وأخبرت قائدي قبل أن أغادر، لكن أحد زملائه في الفرقة طعنه في الظهر فورا. سيدتي، هذا الرجل يتأخر دائما عندما نذهب للواجب، والقائد دائما يعامله برفق. أيها الوغد، لا تجرؤ على تلفيق تهمة للقائد هكذا. سأقتلك إذا فعلت. يان هاو انفجر غضبا. ضاقت عين سونغروي بحساب. يبدو أن هذه الوحدة الدورية تعاني من مشاكل أعمق مما ظننت. حينها عطس القائد وهو لا يزال تحت العلاج. القائد: هل أنت بخير؟ رد الطبيب ببرود وهو مسترخي: لن يموت. كل علاماته الحيوية طبيعية. هذا ما تسميه طبيعيا. سونغروي فتحت ملف يان هاو بنبرة باردة. سجل لك يشير إلى أنك أكملت التدريب الأساسي قبل 3 أشهر فقط، ومع ذلك في المعركة الأخيرة مات 2 من أعضاء فرقة الاستجابة الخاصة ونجوت أنت. يان هاو تجمد وهو يبحث عن عذر. هذا لأنني أخاف الموت. في المدرسة تدربت على ألعاب القوى، لذا ساقاي أسرع من معظم الناس. عندما أخطأت ركضت أولا. إذا كنت تخاف الموت هكذا، لماذا انضممت للجيش؟ هل لديك هدف آخر؟ هدف؟ بالطبع. طوال نصف عام أثناء البحث عن شياو شو كنت أقتل وأمتص وحوش المستوى المنخفض. تعلمت تدريجيا التحكم في شكلي الوحشي، وحتى عدت إلى شكلي بشري مثل الذئب الوحيد. تجنبت الناس. كنت أتفقد الأطلال وأبحث في نقاط الناجين يوما بعد يوم بحثا عنها. كجندي، الجبن، الهروب، وإخفاء الحقيقة.
تعرف ما هي العقوبة على ذلك، أليس كذلك؟ يان هاو ابتسم بسخرية. ماذا؟ هل تخطط لإعدامي؟ فجأة اقتربت سونغ روي من أذنه وهمست بصوت منخفض: يديك ماذا بها؟ قلبه خفق بقوة. لقد رأت كل هذه الأكاذيب التي نسجتها. ماذا تحاول أن تخفي؟ ما هو هدفك الحقيقي؟ في تلك اللحظة دوي رعد هز الخارج. ظنت سونغ روي أنه زلزال، لكن ينهو تجمد. لا، هذا الشعور أعرفه. نهض بسرعة وصاح: أهرب. سرب من الوحوش قادم. رمشت سونغ روي بدهشة: هل حاولت الهروب أمامي؟ في اللحظة التالية رمت به أرضا. ماذا؟ هل أنا غير مرئي بالنسبة لك؟ ثم انشق الأرض تحت يان هاو بعنف. سيدتي، الأرض تنشق. اهدأ، ستنهار إن نجدة. الجميع سقطوا إلا سونغ روي تتأوه من الألم. أين نحن؟ تحت الأرض. كان الظلام دامسا خانقا. أضاءت الأنوار فجأة. نعم سيدتي، تذمر أحد الزملاء. أنت كارثة تمشي يان هاو. يان هاو رد ببرود: احتفظ بشكواك لما نكون أحياء. انتظر، هل تقول إننا محاصرون؟ ليس تماما. مع إضاءة الأنوار أدركوا الحقيقة. هذا متاهة حفرتها الوحوش بأنفسها. الجميع اهدأ. تحققوا من كل الأسلحة المتاحة. حافظوا على التشكيل ولا تعرضوا ظهوركم أبدا. فجأة سمع يان هاو صوت الريح فتجمد. ما الأمر؟ هناك ريح تأتي من ذلك الاتجاه. إذا كانت هناك ريح فهناك مخرج. سأتحقق. اندفع نحوها وشعر بالتيار الهوائي. سخر جندي: يان هاو، أنت عديم الفائدة في كل شيء إلا في الهروب بحياتك. القائد: هناك تدفق هواء هنا. لكن يان هاو لم يلاحظ الوحش يتسلل خلفه، أنيابه مكشوفة مستعدة للانقضاض. انطلق طلقة. سقط الوحش وانهار جندي الدورية مذعورا على الأرض. سوائل هذه الخنافس آكلة، لا تدعوها تقترب. وأمر آخر: لا يتحرك أحد بدون أوامري. سونغ رو استدارت بسرعة. عينها تركزت على يان هاو. جندي الدورية، أنت ماهر جدا في تجنب الخطر. عندما نخرج من هنا ستشرح نفسك. لكن عقل يان هاو كان يدور: إذا كانت تشك في سري لماذا لا تكشفني الآن؟ ما هدفها الحقيقي؟ ثم جاء صوت حفيف يتردد حولهم. المزيد من نفس المخلوقات ظهرت تتجمع في الظلام. تبا، لماذا هناك هذا العدد الكبير منهم؟ هذا سيء. اقترب السرب. كل واحد يشع نية قتل، كأنهم ينتظرون ليفترسون أحياء. فتحت سونغ رو بفريقها النار فورا. يطلقون النار وهم يتراجعون في الاتجاه المعاكس. فجأة تجمد يان هاو في منتصف الخطوة. صاحت سونغ روي: لا تتوقف. استمر في الحركة. لكن يان هاو تمتم: لا، السرب توقف. انظر أمامك. حشرة ضخمة تلوح أمامهم. وحش من فئة المسيطر يمتص الضباب القرمزي. وفي اللحظة التالية جمع الضباب إلى كرة طاقة متوهجة. تعكر وجه يان هاو: حذر، هذا الشيء خطير. رفعت سونغ رو سلاحها وأطلقت النار. تماما. عندما أكمل الوحش شحنته وأطلق كرة الطاقة، دوت انفجار مدو هز الكهف. بينما أصابت رصاصات سونغ رو الوحش مباشرة، في نفس الوقت انطلقت كرة الطاقة نحو سونغ رو. انخفض بسرعة. صحيان هاو، انخفض. في اللحظة المناسبة اندفع للأمام وضرب الكرة بقبضته وامتص الطاقة إلى نفسه. سونغ رو بدأت بالحديث لكنه قاطعها: إذا خرجنا أحياء سأشرح كل شيء. لاحظ الجرح من هجوم سونغ رو السابق يتسع عبر جسد الوحش. عبست سونغ رو حتى ضربي بالكاد خدشته. يان هاو، هل لديك حقا طريقة؟ كن حذرا. لكن يان هاو ابتسم بثقة: وحشك هذا قتلت منه المئات إن لم يكن الألف. فئة المسيطر ليست جديدة علي. فئات الوحوش من الأدنى للأعلى. الكشاف، الصياد، المسيطر، العملاق. بصوت زئير قفز في الهواء: مت. مخالبه تخترق. تمزق فجوة كبيرة في جسد الوحش. إذا امتصصتك كم سأصبح أقوى؟ هبط بقوة. لكن يان هاو ما زال عابسا غير راض. تبا، أنت قوي. وحش عادي كان سينتزع إلى أشلاء. الحشرة الضخمة كانت تلوح فوقه، ضخمة كدبابة حربية مدرعة، دليل على أنها اتهمت العديد من جنسها. لم تتراجع. شنت هجوما مضادا. لكن يان هاو تفادى بسهولة ساخرا.
بطيء جدا. أدرك أن المخلوق صب كل جهده في الدفاع. أفضل، هذا يجعلك هدفا متحركا. جنوده كانوا مذهولين، يحدقون كما لو في حلم. الضعيف الذي كان دائما يتعرض للتنمر يخفي هذه القوة. ماذا مستحيل؟ هو الرجل الذي يركض أسرع من الجميع ويخاف الموت أكثرهم حينها. صوت سونغ روي قطع الفوضى. هو تجربة قتالية طورتها حكومة المتحدة سرا. ذلك الجندي الذي احتاج 3 أشهر فقط لإنهاء التدريب الأساسي، الذي كان يركض أولا دائما، هو سلاح تجريبي ضد الوحوش. صوت سونغ روي قطع الفوضى. إنه تجربة قتالية طورت سرا من قبل حكومة سو المتحدة. ذلك الجندي الذي احتاج 3 أشهر لإنهاء التدريب الأساسي، الذي كان يهرب دائما أولا، إنه سلاح تجريبي ضد الوحوش. نعم، هذه هي الحقيقة. انتظر أيها القبطان، هل كنت تعرف طوال الوقت؟ لا أستطيع استبعاده. لهذا السبب علي التحقيق. هذه معلومات سرية من أعلى مستوى في سو. مهما رأيت أو سمعت هنا لا تتحدث عنه خارجا، فهمت؟ نعم سيدتي. ابتسمت سونغ روي في سرها. قصة تغطية عشوائية وابتلعوها كلها. الحشرة الضخمة جمعت كرة طاقة أخرى وألقتها مباشرة على يان هاو، لكنه أنزلق جانبا بسهولة، لكن قلبه غاص. انحرفت الكرة نحو سونغ روي وفريقها. تفادوا دوي الانفجار. ضرب الأرض هز الكهف. عندما تلاشى الغبار وقفت سونغ روي شامخة وسليمة، تتخذ وضعية بطولية تقريبا. زميل يان هاو التقط أنفاسها بدهشة. لا يزال على قيد الحياة. كان لين يونغ من حماه. سيدي، ساقك، استرخي، لن تموت، لكنك جزء من فرقة الاستجابة الخاصة. بالنسبة لشخص مثلي، مجرد جندي دورية. ابتسم لين يونغ. مبادلة ساق بحياتك تستحق، لكن أليست مهمتك التركيز على القضاء على الوحوش؟ خسارة قوتك من أجلي؟ لم أصبح جنديا فقط لأقتل تلك الوحوش اللعينة، قال لين يونغ بحزم. أصبحت جنديا لأكون الدرع الأخير للبشرية. لن أتخلى عن أحد أبدا، وهذا النوع من الجنود يستحق الاحترام. في نفس الوقت تم قذف يان هاو عبر الهواء. ارتطم بالأرض بقوة، وميض درعه القرمزي على ذراعيه خفت وتلاشى. تبا طاقة الضباب القرمزي استنزفت. لا أستطيع حتى أن أحافظ على ذراع واحد متوحشا، لكن خنفساء الدرع ذات الصفائح الحديدية من فئة المسيطر ما زالت مليئة بالحيوية. هذا ما يعنيه فئة المسيطر. حقا مزعج. هجم الوحش مخالب تخترق، لكن في تلك اللحظة انفجرت شعاع ليزر في رأسه. التفتيان هاو. كانت سونغ روي واقفة هناك، سلاحها يدخن. يان هاو، لن تموت هنا، قالت ببرود. لا يزال لديك الكثير لتوضحه. خنفساء الدرع أطلقت ضحكة ساخرة مشوهة. ضاقت عينا سونغ روي. إنها تضحك؟ هل يمكن؟ بالتأكيد. اندفع الضباب القرمزي من كل نفق حولهم. المتاهة أعطته تحكما مثاليا في التدفق. مع تدفق الضباب مرة أخرى، جرحتها أغلقت بسرعة. قوتها تعاود الارتفاع. تبا إنها تتعافى لتصل إلى القوة الكاملة. إذن الضباب في نقطة التفتيش كان هو السبب طوال الوقت. صاحت سونغ روي بحسم. يان هاو لا يمكننا قتله. انسحب الآن. جمع يان هاو قوته مرة أخرى. زأر، لا، سيموت هنا اليوم. الضباب الذي استدعاه يغذيني أيضا. الآن لا أستطيع التحرك بحرية. هذه فرصتنا للهجوم. بردت سونغ روي ببرود. إذا فشلنا ستموت هنا. ابتسم يان هاو. لقد عبرت أبواب الموت مرات لا تحصى، واحدة أخرى لا تهم. سمع ذلك. رفعت سونغ روي سلاحها. حسنا، لدينا فرصة واحدة. سأطلق كل ما لدي لتفجير درع رأسه. أنت تنهيه، تدمر دماغه. هذه هي الطريقة الوحيدة لإسقاطه. الآن صرخت سونغ روي. أطلقت مدفع الليزر وانفجر يان هاو في الحركة بجانبها. مزق الانفجار دفاعات خنفساء الدرع. شق درعها الصلب فقط بما يكفي ليان هاو ليتحرك. قفز على رأس الوحش. مخالب تضرب بجنون وهو يصرخ مت. تحت الهجوم المستمر بدأت صفائح رأس الوحش تتشقق. حبست سونغ روي أنفاسها. عيناها متسعتان. هل نجح؟ دوي،
انقسم رأس خنفساء الدرع، تطايرت الشظايا، واندفع يان هاو إلى الخلف. ارتطم بالأرض بقوة، هرعت سونغ رو وي إليه فورا. ركعت بجانبه. هل أنت بخير؟ ثم لفت انتباهها شيء على صدره. التقطته وعبست. صورة لم تلاحظ أن بلورة سوداء ظهرت في يد يان هاو، وفي اللحظة التالية البلورة غاصت ببطء في راحة يده. تعتمت رؤية يان وفجأة وجد نفسه في مكان غريب مجهول. همس هلمت قبله شيء يشبه شريط دني ينبض بضوء غريب. ظهرت البلورة السوداء مجددا تتوهج بخفوت في صدره. تخطى قلب يان هاو نبضة. انتظر، أليست هذه الشيء من داخل ذلك الوحش من فئة المسيطر؟ تبدو كنوع من نواة الطاقة التي أقسم أنني حملتها بيدي. كيف انتهى بها المطاف على صدري؟ ماذا؟ إنها تمتص الضباب القرمزي؟ ليس فقط تمتص بل تخزنه، هذا يعني حتى لو امتصصت المزيد من الضباب وتحولت أكثر لن أفقد السيطرة بعد الآن. لكن بعد ذلك تشققات انتشرت على سطح البلورة. ضاق صدر يان هاو. لا، هذه البلورة الوليدة لا تستطيع احتواء كل ذلك، وإذا استمر هذا ستنفجر. تذكر يان هاو حركة خنفساء المسيطر النهائية، تحرق كميات هائلة من الضباب القرمزي في ضربة واحدة. إذا استطعت امتصاص الضباب سأجمعه كله في نقطة واحدة. على سرير المستشفى بدأ الضباب القرمزي يشع من جسده كله. توهجت عيناه باللون الأحمر وهو يزمجر. اجمعها في يدي. تشكلت كرة تشبه بشكل مخيف الراسنجان من ناروتو. في الوقت نفسه في مستشفى تيانوان قبل 5 دقائق. خارج الغرفة 3:24 توقف أحد رفاق يان هاو. سونغ روبي، القائد سونغ، نائب القائد لين ساكا. أجابت بحزم كجندي يعرف المخاطر. لا تحتاج إلى لوم نفسك. داخل الغرفة نظر لين يونغ إليها. القائد سونغ، ماذا يحدث مع يان هاو؟ لم أسمع أبدا أن سوء تطور جنودا تجريبيين حالة يان هاو سرية. ركز على التعافي، اترك الباقي. كانت نبرتها حادة لاتلين. لقد طلبت بالفعل نقلك إلى اللوجستيات. من الآن فصاعدا ستتمكن من الراحة بشكل صحيح. صمت لين يونغ ثم قال بحزم: سأبلغ والدك الحقيقة بصدق. رئيس الأركان سونغ ليانغ أثق أنه سيعرف كيف يحكم. كان صوت سونغ روي باردا. نائب القائد لين، تذكر من هو رئيسك. من الآن فصاعدا اتصالاتك مجمدة. ابق هنا، لن تذهب إلى أي مكان. خرجت غاضبة، وجهها قاتم. أين يان هاو؟ الغرفة 314. خذني هناك بعد لحظات. وصلوا خارج الغرفة 314. لا يدخل أحد بدون أوامري. بالداخل كان يان هاو قد شكل كرة تشبه قنبلة الوحش المذيل. دخلت سونغ روي بينما كانت الطاقة تنبض بخطورة في يديه. اتسعت عيناها. يان هاو، ماذا تفعل بحق الجحيم؟ انخفض صرخ يان هاو. بلا خيار آخر حاول تفريقها، ورد الفعل أرسله للطيران. تفاعلت سونغ روي فورا. سقطت على الأرض بينما شق قرص الطاقة فوق رأسها. دار عبر الباب كأنه شفرة دوارة. جندي الدورية الذي يحرس المدخل انهار على الأرض مذعورا. دوي. اهتز مبنى المستشفى بينما شق القرص طريقه عبر الهيكل. نائب القائد لين، تذكر من هو رئيسك. من الآن فصاعدا اتصالاتك مجمدة. أبق هنا، لن تذهب إلى أي مكان. تم شطر المبنى الثالث إلى نصفين. نظر نائب القائد لين إلى الفتحة الضخمة مذهولا. ذلك المبنى المهجور دمر. هل كان يان هاو؟ القائد سونغ، إلى متى تعتقد أن بإمكانك إبقاء هذا سرا؟ جندي الدوري عند الباب كان على وشك البكاء. لماذا دائما أنا من يجري إلى هذا؟ أنقذوني، لا أريد أن أموت بعد. قطرات العرق البارد على جبين سونغ روي. تلك الهجمة إنها تقنية الخنافس. كيف يستخدم يان هاو قدرة وحش دون حتى أن يتحول؟ استدارت بسرعة. تحدق به بنظرة حادة. يان هاو، التفسيرات التي تدينني بها تتراكم بسرعة. سرعان ما أصبحا وحدهما على سطح المستشفى. كشف يان هاو كل شيء من البداية للنهاية. تعكر وجه سونغ روي.
إذن تقول إنك لا تستطيع فقط امتصاص نوى الوحوش، بل أيضا نسخ قدراتهم أو ما يان هاو. ليس فقط ذلك، يمكنني أيضا تخزين الضباب القرمزي، وتلك البلورة تبدو قادرة على إصلاح نفسها. لمست سونغ روي ذقنها بتفكير. لديك قائمة طويلة من الميزات، أليس كذلك؟ نظر يان هاو إلى يده المتوحشة. نعم، اكتسبت قوتهم وقدراتهم، لكن قد أتحول ببطء إلى واحد منهم. نبرته انخفضت بمرارة. إذا حدث ذلك، هل سأظل إنسانا حقا؟ القائد سونغ، كيف تراني؟ كان صوت سونغ روي هادئا لكنه قاطع. أنت فريد من نوعك، إنسان وحش. ذلك يعتمد على كيفية استخدامك لهذه القوة، لكن لا تنسى أن قوتك كارثة وسلاح في آن واحد. استخدمت قدرة الوحش دون حتى أن تتحول. استدارت فجأة وثبتت نظرها عليه بحدة. يان هاو، كم تتراكم التفسيرات التي تدينني بها بسرعة؟ سرعان ما بقي الاثنان وحيدين على سطح المستشفى. يان هاو شرح كل شيء من البداية للنهاية. تعكر وجه سونغ روا. إذن تقول إنك لا تستطيع فقط امتصاص نوى الوحوش، بل أيضا نسخ قدراتهم أو مئيان هاو. ليس هذا فقط، بل يمكنني أيضا تخزين الضباب القرمزي وتلك البلورة التي يبدو أنها قادرة على إصلاح نفسها. لمست سونغ روا ذقنها بتفكير. لديك قائمة طويلة من الميزات، أليس كذلك؟ نظر يان هاو إلى يده المتحولة. نعم، اكتسبت قوتهم وقدراتهم، لكن قد أتحول ببطء إلى واحد منهم. انخفض صوته بمرارة. إذا حدث ذلك، هل سأظل إنسانا حقا؟ قائد سونغ، كيف تراني؟ كان صوت سونغ روا هادئا لكنه قاطع. أنت فريد من نوعك، إنسان وحش. هذا يعتمد على كيفية استخدامك لهذه القوة، لكن لا تنسى أن قوتك كارثة وسلاح في آن واحد. الآن أمامك خياران. الأول الانضمام إلى الدم القرمزي كعضو احتياطي في فريقي، والثاني أن تصنف كتهديد وتمحى. مع الوحوش تمحى. ضحك يان هاو بسواد. لكن هل تعتقد حقا أن الحامية هنا تملك القوة لتنفيذ ذلك؟ التقى سونغ روا بنظره. كما أنا الآن لا أستطيع التعامل معك، لكن إذا ظننت أنك وحدك تستطيع الوقوف في وجه الأسئو فهذه غطرسة. إذا انضممت إلى فريقي لن تضر هويتك. موارد الاستخبارات يمكنني التغطية عليك. يين هاو، تظاهر بالسخرية داخليا. التهديدات لم تنجح والآن تتفاوض، لكن لا يوجد غداء مجاني. لماذا تخاطر بأخذ غريب؟ عنصر غير مستقر خطير. يجب أن يكون الثمن باهظا. سونغ روي، أنت لا تذهب إلى هذا الحد فقط للتجنيد، أليس كذلك؟ لا بد أن لديك سببا آخر. ابتسمت سونغ روي بخفة حادة كالعادة. نعم لدي. أحتاجك لأسباب خاصة بي، لكن صدقني نحن لسنا أعداء. إذا فضلت اعتبرها صفقة. ببطء أخرجت صورة من جيبها. تجمد وجه يين هاو. ما هذه الصورة؟ لماذا هي معك؟ كان نبرة سونغ روي حادة. لا تستخف بي. إذا أردت التنقيب في ماضيك فذلك لعب أطفال. انضم إلى الدم القرمزي، وسأستخدم أعلى مستوى من الاستخبارات لمساعدتك في تتبع مكان أختك. العرض كان مغريا جدا لين هاو. كيف يرفض؟ البحث وحده له حدود، تماما كما قالت سونغ روي. داخل الجيش كلما ارتفع موقعه ووضعه زادت الأماكن التي يمكنه التحقيق فيها وزادت حريته في الحركة. اتفقنا. لكن يا كابتن، بما أنك تحتاجني بشدة، زيادة صغيرة في الراتب لن تضر، أليس كذلك؟ قد أنفقت كل رواتبي حتى الآن. أبحث عن أختي. حكي ين هاو رأسه متظاهرا بالغباء. ين هاو جندي دورية بسيط. بصفتي كابتن الدم القرمزي أعينك الآن عضوا احتياطيا في فريقي. ستحصل على أعلى درجة راتب. فورا اذهب لإجراء الأوراق. نعم سيدتي، سأتوجه إلى وحدة الدورية الآن للتعامل مع النقل، وأيضا بخصوص أضرار المستشفى التي تسببت بها سأغطيها. لكن لا تحتفل بعد، سأخصمها من راتبك لاحقا. تجمد يين هاو ووجهه يتلوى. كنت أعلم. لا زلت مضطرا للدفع. راقب ظهره وهو يغادر. قبضت سونغ روي على قبضتيها. عمي، أقسم أنني سأجد طريقة لإنقاذك.
حدثها قال لها إن ين هاو يحمل في داخله المفتاح لتحويل الوحوش إلى بشر. داخل مقر دورية مدينة تشيشي وصل ين هاو ليبلو وبجانبه نفس جندي الدورية، لكن ين هاو لم يستطع فهم الأمر وسأل أخيرا: هل ستنضم إلى فريق الاستجابة الخاصة أيضا؟ الكابتن سونغ ونائب لين يقدرانني كثيرا. قد أكون في اللوجستيات فقط، لكن يا أخي ين ما زلنا نستطيع مراقبة ظهور بعضنا البعض. الجزء المحرج كان أن ين هاو أدرك فجأة أنه لم يتذكر اسم هذا الرجل أبدا. حينها لوح جندي الدورية بيده: إنه الكابتن جيا، هو بخير. كان الكابتن جيا لا يزال واقفا على عكازه مصرا على أداء دوره، لكن الجو تغير فجأة إذ قطع الهواء سخرية يايا القديم. حينها صفعتني بسبب تلك المرأة الصماء. وانظر إليك الآن ككلب ضال تتوسل إلى دفاع مدينتنا للحصول على تعويضات وفاة رجالكم، مع ذلك ركل المتحدثه بقوة. كان المعتدي ليس سوى تشانغ شور، الضابط القائد في فرقة دفاع مدينة تشيشي. صرخ جندي الدورية: غير قادر على التحمل أكثر يا حقير. تجمد ين هاو والآخرون في صدمة. بينما تم طرح الجندي أرضا وتثبيته، عض على أسنانه وصرخ: اترك الكابتن يا حقير. أمسك تشانغ شور بكابتن جيا من ذقنه وبصق في وجهه ساخرا: أركع وبلع الطين عن حذائي، وإلا، قال مشيرا إلى الجندي المثبت، سأكسر ذراع هذا الطفل وأستخدمها كعكاز لك. قبض الكابتن جيا على أسنانه ممزقا وعقله ساحة معركة من الخيارات المتضاربة. في النهاية سقط ببطء على ركبتيه. عندما ضربت ركبته الأرض سحب ين واقفا. بعد كل شيء كان هذا الرجل قد كان كبتنه ذات مرة. قال ين هاو: لقد ساعدتني أكثر من مرة، دعني أرد الجميل هذه المرة. ثم انفجر ين هاو: طالما أنا هنا، أي شخص مد يده على الكابتن جيا سأمزق عظامه وأحرقها حطبا. تجمد الرجال. من أين حصل ين هاو على الجرأة ليقول ذلك؟ من يظن نفسه؟ اندفع الأربعة معا نحو ين هاو وهم يصرخون: أنت تطلب الموت! صلبت نظرة ين هاو. انحنى بجسده واتخذ وضعية هجوم. في لحظة أطلق ركلة مباشرة على فك رجل، تبعها بكوع ضرب آخر بصوت خافت، ثم دفع ركلة ثقيلة على فخذ الرجل الثالث. سمع صوت تكسير مريع. ضربته الأخيرة كانت لكمة على بطن الرجل الرابع. أرسلت رأسه يضرب الحائط. هؤلاء الصبية بالكاد يستحقون التسخين. الآخرون لم يتراجعوا. سخر أحدهم: كابتننا مقاتل من الدرجة، تجرؤ على لمسنا فأنت ميت. لمعت عين تشانغ شور، لكنه كان مذهولا سرا لثوان. كيف لهذا الطفل أن يكون بهذه السرعة؟ أخرج تشانغ شور مسدسه وصرخ: يا حقير الدورية، تجرؤ على مواجهة فرقة دفاع المدينة؟ تريد أن تعرف؟ في اللحظة التالية انحرف ين هاو بسلاسة من 3 طلقات. أثناء إطلاق النار أمسك بمسدس تشانغ شور. أنت بطيء جدا على الزناد. قبل أن يتفاعل تشانغ شور سحق ين هاو السلاح إلى قطعة في يده. حقير، ليس حتى 1% من سونغروي. قال ذلك، لكن تشانغ شور لم ينتهي بعد. فجأة أخرج سكينا قبل أن يلوح بها. أمسك ين هاو النصل بسهولة. كان يده ترتجف بشدة، بالكاد استطاع الإمساك به. في اللحظة التالية رفع ين هاو عاليا في الهواء كأنه لعبة طفل، وسأل ببرود: ألم تقل التو إن الكابتن جيا يجب أن يركع؟ شحب وجه تشانغ شور وتلعثم. ماذا تحاول أن تفعل؟ أحذرك، لا تزال تحاول تهديدي. الآن جاء دورك. مع ذلك رمى ين هاو تشانغ شور على الأرض، محفورا حفرة صغيرة في الأرض. استلقى تشانغ شور ممددا، واضح أنه عاجز عن الحركة. للحظة تجمد المتفرجون في صدمة. لقد تفادى الرصاص وسحق مسدسا عاديا بيديه العاريتين. في تلك اللحظة أدرك ين هاو نفسه أن جسده المقوى بنواة الوحش قد تجاوز حتى توقعاته الخاصة. ذعر الآخرون وفروا وهم يصرخون: وحش! أهربوا. بهدوء التقط ين هاو العكاز الملقى على الأرض، صفعه جندي الدورية على الكتف وهو يصرخ:
يا أخيين، كنت محاربا حقيقيا للتو. نظر ينهاو إليه بقلق ورد: هل أنت بخير؟ لا تقلق، جسدي يتحمل الضربات. شكرا لك يا ينهاو. لماذا؟ الكابتن جيا دائما ما تحميني، والوقوف إلى جانبك الآن أقل ما يمكنني فعله. لا يزال الكابتن جيا يبدو قلقا. لكن ماذا لو جاءت فرقة دفاع المدينة من أجلك؟ ضرب جندي الدورية صدره وطمأنه: لا تقلق الكابتن جيا. يينهاو وأنا الآن مع فريق الاستجابة الخاصة. فرقة الدفاع لن تجرؤ على العبث معنا. القاعدة المؤقتة: مدينة توشيشي. اكتمال أوراق فريق الاستجابة الخاصة. تحدثت سونغروي: تم إرسال طلبك إلى المقر، والمقر قد وافق عليه بالفعل. كان ذلك سريعا. هل أنا عضو رسمي الآن؟ سأل يينهاو متفاجئا. هزت سونغروي رأسها محذرة: ليس بهذه السرعة. الاختبار الحقيقي يأتي بعد ذلك. تحتاج إلى التوجه فورا إلى مقر مدينة البحيرة لخوض تقييم دخول قسم القتال في فريق الاستجابة الخاصة توشيشواي. لكن بقوتك أنا واثقة من نجاحك. فهمت. سأذهب لأحقق رقما قياسيا جديدا. مدينة البحيرة هي مدينة متقدمة أكثر بكثير، عاصمة التكنولوجيا الحديثة. إنها وجهة يينهاو. سيعقد التقييم هناك. شرحت سونغروي: هذه هي مدينة البحيرة، عاصمة الأسئو، ومقر تشي شوائي يقع هنا. أشار يينهاو إلى جندي الدورية بجانبه متسائلا: سمعت أن أعضاء تشي شوائي الرسميين هم مقاتلون نجماء. كيف يتم تقييم هذه الرتبة القتالية بالضبط؟ فكر في نفسه، هذا الرجل ضعيف جدا. كيف يمكنه اجتياز تقييم تشيشوي؟ ضحك جندي الدورية بشكل محرج: حسنا، يمكنني تحمل الضربات. أوضحت سونغروي: هو انضم إلى اللوجستيات ليس قسم القتال، لذلك لا يحتاج إلى اجتياز تقييمات المعارك. أضاف جندي الدورية بسرعة: لكن اللوجستيات لا تزال تقاتل إلى جانبكم في الميدان، ستعتمدون علي لاحقا. واصلت سونغروي: بما أننا لدينا وقت، دعني أطلعك على الأمر. الأشخاص مثلي الذين يمكنهم استخدام القدرات يصنفون جميعا كمقاتلين. قوة المقاتل مقسمة إلى 6 رتب: E D C B A WS. لدى المقر نظام تقييم رسمي يعتمد أساساً على القوة البدنية والقدرة على التحمل. من ناحية أخرى تصنف الوحوش إلى 5 طبقات: الكشاف، الكلب، السيد، الوحش العملاق، والكارثة. عموماً، مقاتل من رتبة الدي يستطيع التعامل مع وحش من فئة الكشاف. بمعنى آخر، رتبة دي تعادل تقريباً فئة الكلب. مقاتل سي وبيوازون وحوش فئة السيد، بينما رتبة أتعادل وحش عملاق. أما مقاتل رتبة أس فهم في مستوى وحوش فئة الكارثة. بالإضافة إلى ذلك، تؤثر التوافقية مع نوع الوحوش أيضا على رتبة المقاتل. هذا ما نسميه التكيف مع نواة الوحش. حاليا في هذا القيامة، الوحوش التي تحورت بواسطة الضباب الأحمر فقط تمتلك قدرات فطرية. المقاتلون البشر لا يوقظون القوى إلا بالتكيف مع نوى الوحوش عبر تسليح نواة الوحش، اللياقة البدنية، الموهبة، وحتى الحظ. كل ذلك يؤثر على التكيف مع نواة الوحش. كلما كان التوافق أفضل، زادت جودة وعدد القدرات التي توقظ. إذا فشلت في التكيف، فإن أعلى رتبة يمكنك الوصول إليها هي رتبتك. فجأة توقفت المركبة العسكرية. فجأة: آسف، هذا الشارع تحت السيطرة المرورية. ستحتاج إلى اتخاذ طريق بديل. تجرؤ على إعاقة فريق الاستجابة الخاصة؟ نحن في مهمة أيضا، لا تتهور. قبل أن تستمر المناقشة، مرت سيارة تحمل شعارا خاصا بسرعة. عبست سونغروي شاعرة بشيء غريب: تقييم دخول تشي شوائي، لماذا يظهر شخص من شركة ليفتاين هنا؟ بعد ساعة في موقع تقييم دخول تشي شوائي، تحدث المراقب لين يونغ شين، مقاتل من رتبة A في تشي شوائي، بصوت عال: تشي شوائي هي أقوى درع للبشرية وأشد سيف في فريق الاستجابة الخاصة. لا يهمني خلفيتك هنا، اتبع القواعد. العلاقات والطرق المختصرة ليست مقبولة تحت مراقبتي.
بدون مهارة حقيقية لا يبقى أحد في تشي شوائي. المرحلة الأولى، التقييم البدني يبدأ. سباق 100 متر مع وزن 50 كجم. انطلق يين هاو كالصاروخ تاركا الجميع خلفه. أنهى السباق في 15 ثوان فقط. اختبار رفع الأثقال المغناطيسي. رفع يين هاو 500 كجم بيد واحدة. اختبار قوة الضربة. دفع يين هاو قبضته للأمام. تحطمت الآلة عند الاصطدام. أعلن النظام: جهاز الاختبار تالف، لا يمكن القياس. بعد 10 دقائق وقف يين هاو أمام لين يونغ شين سلم وأبلغ. المراقب: تم الانتهاء من جميع الاختبارات. أومأ لين يونغ شين مؤكدا أن النتيجة 198 نقطة. صدم المرشحون الآخرون. 198 نقطة. الرقم القياسي للمبتدئين كان 140 فقط. مستحيل، لابد أن نغش. انتهى الأمر. تقدم جونغ جين الأخ الأصغر لقائد فرقة دفاع مدينة شيشي ليشكك بالمراقب لين. أعلى رقم قياسي للمبتدئين هو 140 نقطة، والآن نتيجته تتجاوز ذلك. لا أصدق. ضاق لين يونغ شين عينيه وألقى نظرة غاضبة على جونغ جين. أشرفت شخصيا على كل اختبار وكل شيء مسجل بالفيديو. هل تتهمني بالمحاباة؟ لا طبعا لا، كنت فقط فضوليا. لوح جونغ جين بيديه بسرعة بينما مر تشانق جين بجانب يين هاو وسأل ببرود: أنت يين هاو من دورية مدينة تشيشي؟ أجاب يين هاو بوجه جامد: ما شأنك؟ فكر في نفسه. لا أعرف هذا الرجل حتى وهو يختلق مشكلة. ابتسم جونغ جين: اهدأ، فقط أقول مرحبا. بعد كل شيء نحن من نفس المدينة. لكنه في قلبه صخر. يا طفل، انتظر فقط الإهانة التي تعرض لها أخي. سأجعلك تدفع ضعفها. استهزأ يين هاو داخليا. نفس المدينة؟ تبا لذلك. لحسن الحظ أوضح لين يونغ شين أن ذلك كانت شانق جين ابن قائد فرقة دفاع مدينة توشيشي. هل تعرفه؟ عبس يين هاو. إذن فعلا هي فرقة دفاع مدينة توشيشي. يبدو أن تلك المجموعة فاسدة حتى النخاع. ثم بدأ لين يونغ شين بإعلان نتائج الاختبارات البدنية. المركز 30 تشانغ سان 89 نقطة. المركز 29. المركز الثالث جونغ جين 123 نقطة. المركز الثاني جين إنغ 135 نقطة، والأول يين هاو ب 198 نقطة. فكر جين إنغ. الباحث الأول في مكتب الاستخبارات التقنية: جئت الاختبار للمتعة فقط، لكن هذا العام هناك وافد قوي جدا مثير للاهتمام. يجب أن أدرسه بعناية. تبقى أفضل 15. الاختبار التالي: التكيف مع نواة الوحش. في الوقت نفسه داخل غرفة نوم واحدة كان جونغ جين يجري مكالمة فيديو على جهازه اللوحي. غاضبا: كان يجب أن أحصل على المركز الأول. من كان يعلم أن وحشين سيظهران. رد الشخص في الطرف الآخر ببرود: لو لم يكن أخوك يلحس أحذية شركة أولتن لما كنت حتى مؤهلا لهذا الاختبار. لديك فرصة واحدة فقط، لا تضيعها. قبض جونغ جين على أسنانه: من أجل أخي سأدخل تشي شوائي في منصة اختبار نواة بي. أنتظر جميع المرشحين بصمت. خاطبهم لين يونغ جين: هذا الاختبار بسيط، فقط ارتدوا هذا السوار ثم ضعوا نواة الوحش عليه لبدء الاختبار. أي شخص توافقه أقل من 40% سيتم استبعاده. لمن ليس واضحا، دعوني أشرح ما هي نواة الوحش. فقط الوحوش من فئة الكلب أو أعلى تنتج نوى وحوش. كلما كان الوحش أقوى زادت جودة النواة. النوى الذهبية هي الأندر، بينما الأكثر شيوعا هي النوى السوداء من وحوش فئة الكلب. زرع نواة الوحش في تسليح الوحش يسمح للمقاتل باستخدام القدرات مثل الوحش. تختلف توافقية كل شخص مع النواة ومع الموهبة الفطرية. يحدد ذلك القدرات التي توقظ، مثل القوة العنصرية، القوة الخام، الدعم أو التحكم. هذه الأساور هي أبسط تسليحات الوحش، تقيس فقط التوافق ولا تمنح القدرات. بمجرد انضمامك رسميا إلى قسم القتال في تشي شوائي ستحصل على نوى وتسليحات وحشية أعلى درجة. اختبار توافق نواة بي يبدأ.
جاء المرشح الأول بنتيجة منخفضة 39% وتم استبعاده فورا. لم يستطع تقبل ذلك. مستحيل. لقد كنت الخامس في القوة البدنية، كيف يكون هذا أصعب من قتل وحش؟ المرشح التالي حصل على 56% وصرخ بحماس: نجحت. نجحت. يمكنني الانضمام إلى تشي شوائي. جونغ جين دورك سخر من المراقب، ملقيا نظرة باردة. أمسك بنواة وحش سوداء وضغطها على السوار بصوت طقطقة حاد. وجهه يتلوى بالغضب وهو يزمجر: أطعني. بعد ثانية النتيجة رتبة دي توافق 60%. صدم الجمهور ماذا؟ أفضل مبتدئ العام الماضي وصل فقط إلى 56%، كسر جونغ جين الرقم القياسي. أعلن الكثيرون فورا أنه الأقوى في دفعة هذا العام، لكن جونغ جين استهزأ داخليا: هؤلاء الناس كلهم قمامة، أنا وحدي الأقوى. امتلأت الغرفة بالثرثرة. حينها ظهر جين إنجي خلف ين هاو. أنت من مدينة توشيشي، أليس كذلك؟ كيف لم أسمع مقاتل قوي مثلك من قبل؟ أنا العين الساهرة لمكتب الاستخبارات التقنية، ومع ذلك تمكنت من التسلل مني. أنت لست بسيطا، وتلك التقلبات الغريبة للضباب الأحمر في مدينة تشيشي مؤخرا لا تخبرني أنها ليست مرتبطة بك. تظاهر ين هاو بالجهل. عن ماذا تتحدث؟ لا أفهم كلمة. ضحك جين: لا يهم إن أنكرت، كل ما عليك معرفته أنني مهتم بك كثيرا. رأى ين هاو الفرصة ثم قال: الآن هل يمكنني أن أطلب منك بعض المعلومات؟ رفع جين إصبعه: بالتأكيد، لكن بشرط واحد. طالما نتائج اختبارك تفوق نتائجي، سأخبرك بأي شيء تريد معرفته. اقتربت وأكدت على أي شيء على الإطلاق. بعد ذلك جينغ تحرك الجمهور: ها هي قادمة. صعدت إلى المنصة وجينغ أعلنت بجرأة: راقبوا جيدا يا الجميع، رقم تشانغ جين على وشك أن يكسر بواسطتي. يين هاو تساءل إذا كانت حقا بهذه القوة، بينما جينغ جين سخرت في سرها. مهرج مثير للشفقة، لكن جين كانت مليئة بالثقة. التقطت نواة وحش سوداء وبصوت طقطقة حادة ضغطتها على واقي المعصم، وفي اللحظة التالية أضاء العرض. مقاتل من الدرجة B، توافق 78%. انفجر المرشحون: مستحيل، هذا غير مسموع. الجهاز هل تعطل؟ جينغ ضحكت بمكر: قلت لك سأكسر رقم جينغ جين. جينغ جين طحن أسنانه بشدة حتى كادت أن تنكسر. بالإضافة إلى ين هاو، لن أترك هذه المرأة اللعينة تفلت أيضا. المرشح الأخير ين هاو. ين هاو فكر في نفسه: قوة جينغ ين حقيقية، ربما لم تكن تكذب، ربما تعرف الكثير. حينها قفزت جينغ ين أمامه بابتسامة ساخرة: هل تشعر بالضغط الآن؟ لكن بالنسبة لين هاو، مع مسار شياو شواي على المحك، كان عليه الفوز بهذا الرهان. راقب جيدا. استدار. تركنا الجمهور خلفه مع صورة ظلية باردة لظهره وفقا لسونغ روي. كان تصنيف مقاتل يين هاو على الأقل من الدرجة جي، ونواة الوحش أمامه من نفس الدرجة التي امتصها سابقا، الدرجة السوداء. فماذا سيكون توافقه؟ هيا لنرى كم لديه من إمكانيات حقا. في الثانية التالية أضاءت الشاشة. درجة جي، حدأ المرشحون بعيون واسعة. درجة جي، هذا مستوى قائد فرقة. لكن بعد ذلك أطلقت الشاشة سفارات إنذار: خطأ، خلل في النظام، قراءة توافق نواة الوحش. مهلا، ماذا يحدث؟ ارتعد ين هاو: شعروا بشيء خاطئ. وبعد لحظات أخرج النظام النتيجة: التوافق 0%. جاءت النتائج معدل توافق ين هاو 0. فانفجر جيانغ جين ضاحكا: ها يا لها من مهزلة، تتحدث بفخر وأنت قمامة، حتى نواة الوحش ترفضك. تجاهل ين هاو الإهانات النابحة. محافظا على نظره على ذراعه، كان عقله يسرع: اللعنة. جسدي يبتلع هذه النواة بالقوة. هرعت جينغ إلى الماسح الضوئي رافضة تصديق القراءة. مستحيل 0%. الأسوأ في السجلات كان على الأقل 1%. ثم أضاءت عيناها بحماس: يجب أن أسجل هذا، سيسعد العجوز. لاحظ جينغ جين أيضا الشذوذ. ساخرا: ها نواة وحش، هذا الولد فيها شيء خاطئ. المدرب لين. ين هاو سرق صندوق الوحش. نواة الوحش اختفت من سوار معصمه. التفت المدرب لين إلى ين هاو:
ارفع يدك، ارني سوار معصمك والنواة، لكن لم يكن هناك شيء بداخلها غمق وجه لين. ماذا؟ أين نواة الوحش؟ تلعثم يين هاو بشكل محرج. لا أعرف ماذا حدث في داخله. لعن. إذا لم يستطع إيجاد عذر سينتهي به الأمر، فأر تجارب. لا خيار، كان عليه المخاطرة. اندفعت طاقة قرمزية من يده اليسرى متوهجة. كان يخفي وحشيته كما لو أنها مجرد قوة مستيقظة من نواة الوحش. مع صوت صفير تشكل درع قرمزي على شكل مخالب حادة حول يده، يبدو تماما كقدرة حقيقية لنواة الوحش. تجمد جينغ جين. صرخ: ما هذا بحق الجحيم! توتر المدرب لين كأنه يواجه تهديدا قاتلا. أخرج سلاحه. الجميع في حالة تأهب. تراجعوا. أضاءت عينا جينغ يين أكثر. انتظر، هل يمكن أن تكون هذه الوحشية؟ تسارعت أفكار جينغ جين. مستحيل، هذا الرجل مصاب. تحول صوت لينا إلى جليدي. قد نضطر لقتله هنا والآن. الجميع تراجعوا، لكن جينغ يين دائما صانعة المزاج اتخذت وضعية لطيفة. هاي يين هاو، هل تسمعني؟ نظر يين هاو مستاء. ماذا الآن؟ تنفس لين أخيرا. لم تفقد السيطرة. تجاهل يين هاو الدرع على يده وتمتم. يبدو أنها قدرة نواة الوحش التي فرضت نفسها داخلي. ثم حدث هذا. تمسكت جينغ على ذراعه فورا. تصرخ بحماس لا هياج. هذه قدرة تحول، يا إلهي، هذه أول مرة نراها. حتى المدرب لين ابتسم. يا فتى، لقد ضربت الجائزة الكبرى. عيون الوحش صفر ثم تعود لوحدها. غير مسموع. هذه قوة نادرة، لا شك في ذلك. لكن يين هاو ألقى نظرة حادة على جينغ. من أنت بالضبط؟ ماذا تعرفين كثيرا؟ غمزت جينغ مازحة. قلت لك أنا موسوعة متحركة أساسا. شرح المدرب لين. اسمها جينغين، مرشحة لدورة تشيشوي هذا العام، وأيضا باحثة أولى في مكتب الاستخبارات التقنية. والدها اللواء جين آن تشينغ يدير قسم البحث والتطوير بأكمله. عبست جينغ فورا المدرب لين. هذه معلومات سريعة لقد دمرت جوا الغموض الخاص بي. رد لين بحدة. كفى لعبا. يين هاو، سلم نواة الوحش. تجمد يين هاو. سلموها. اللعنة، لقد امتصصتها بالفعل. كيف لي أن أعيدها؟ وضع تعبير غبي. المدرب لين: ليس أنني لا أريد، لكنها عالقة بداخلي ولا تخرج. تحولت عينا جينغ جين إلى حمراء من الغيرة. نواة الوحش اندمجت فيه طوعا. كان عقله يدور بسرعة. يجب أن أخبر غرين فاين فورا. هذا الرجل موضوع تجارب مثالي. بعد ذلك وضع يين هاو داخل غرفة الأشعة. كان يتوقع هذا. بالطبع سيجرون فحصا كاملا للجسم. صدمت النتائج الجميع. غير مسموح. نواة الوحش اندمجت حرفيا في جسدي. اندماج كامل. مستحيل الاستخراج. نظر فني بقلق إلى الرجل خلفه. المدير جين: ما رأيك؟ جين آن تشينغ. حدق في القراءات. ضيق عينيه. يستحق الدراسة. ذلك الجسد لا يزال يخفي أسرارا كثيرة في تلك اللحظة. دخل المدرب لين مع رجل آخر. المدير جين: ما الوضع؟ ما هذا الولد؟ ابتسم جين آن تشينغ. ماذا الآن؟ أنت تشي شو لا تزال تخطط للتمسك بحكمك. لا يدخل أحد بتوافق أقل من 40%. القادم لم يكن سوى والد سونغ روي، اللواء سونغ ليان، رئيس أركان قوة الاستجابة الخاصة. لوح بيده بفارغ الصبر. كفى ترددا. أيها العجوز جين، أخبرني ما الذي يحدث حقا. تحول وجه جين إلى جدي. تم تطوير جهاز الاختبار هذا تحت قيادتي مع غرين فاين. أعرف مبادئه أفضل من أي أحد، والقراءة لم تكن صفر. داس جينغيان قدمه بقلق. أبي فقط قل الحقيقة. أنت تقتلني هنا، ما هو؟ تحدث جين أخيرا. الجهاز وصل إلى الحد الأقصى لدرجة أنه لم يستطع حتى التسجيل. سقفه، توافقه غير مسبوق. إمكانياته تجاوزت الحد النظري الأقصى. تجاوزت 100%. استدارة سونغ ليان فورا. ياشين معي. أبلغ عن هذا فورا. في هذه الأثناء بدأت النواة داخل صدر يين هاو تتحرك. سوداء قاتمة تنزف إلى قرمزي. هل كان هذا بسبب امتصاصه نواة الوحش الأقل؟
تذكروا عندما ابتلع نواة حشرة الدرجة العليا، اكتسب قدرتها وأيقظ قوتها الخاصة، لكن هذه المرة لم يحصل على قوة جديدة. النواة نفسها أصبحت أقوى، زادت نقاوتها وتحول لونها من أسود داكن إلى صدى أحمر متآكل. ازدادت قدرته على الضباب القرمزي وأصبح الامتصاص أكثر كفاءة. بعبارة أخرى، كلما كان الوحش أقوى كلما أصبح هو أقوى باستهلاكه. تلك النواة الآن مثل الحديد المعتق مع خطوط داكنة متقطعة، تحمل وعدا مرعبا. مع كل صيد يمكنه التطور بلا حدود. في تلك اللحظة داخل مقر تشي شواي، كيف هو الذي أعدته؟ لماذا لا يمكنه الانضمام إلى فرقتي؟ كان صوت سونغ روي هذا شبه عاطفي، لكن رد رئيس الأركان سونغ ليان كان باردا. الكابتن سونغ روي احترم رتبتك ونبرتك وأخبرني ألا تعتقد أنك تبالغ في القلق. يا أبي، أعدك بأن آخذه إلى وحدتي. لا يمكنك توقع أن أصبح جند يكسر وعده. وعد الجندي للوطن وليس لفرد. قاطعها سونغ ليان. يين هاو تم تعيينه بالفعل في فرقة يونغ شين. هذا القرار لن يتغير. أنت أيضا قائد فرقة تشي شواي. هل تخطط لمقاتلة زميلك الضابط على رجل واحد؟ عد إلى موقعك. هذا أمر لم يكن لدى سونغ روي خيار سوى القبول مؤقتا، ومع ذلك قررت أن تجد طريقة أخرى. فبالنهاية في الجيش الرتبة تفوق كل شيء. لاحقا في صالة تكنات تشيشوي، انفجرت جينغ وهي تمسك بكومة من الملفات. أخبار كبيرة، تم اكتشاف عش وحوش جديد بين مدينة البحيرة وتشيشوي. سيرسلون مجندين من تشيشوي لاستكشافه. لقد قدمت طلبا لدى المدرب لين. كنا فريقا بحلول ذلك الوقت. كنت قد تم ترقيتي رسميا إلى الدرجة جي، وأصبحت عضوا في فرقة لين يونغ شين. قرأ لين يونغ شين ملخص المهمة. هدفنا التحقيق وتقييم مستوى التهديد لهذا السرب. كن يقظا. يصنف كمنخفض المستوى، لكن الضباب القرمزي يمكن أن يسبب طفرات في أي وقت. في هذه المرحلة كانت جينغ يان مصنفة من الدرجة دي، باحثة أولى في مكتب الاستخبارات التقنية، والآن جزء من فرقة لين تشي شواي. بثقة قالت: جمع البيانات هو تخصصي. إهدى، أنا معك. انطلقت القافلة وعلى الطريق بدأت جينغين تشرح. أسراب النحل تصنف إلى منخفضة، متوسطة، عالية ومتطرفة، وتأتي بأنواع كثيرة. هذا عش من النوع منخفض المستوى. قد يبدو هيكله بسيطا لكنه متاهة من الأنفاق. المشكلة الحقيقية هي السرب نفسه. كتل من النحل العامل مع عدد أقل من النحل المحارب يشكلون معا مستعمرة ذات إبر سامة عبسيينها بجدية إنه مجرد عش دبابير. هل نحتاج حقا إلى 3 شاحنات مدرعة لذلك؟ دارت جينغ يين عينيها. قلت لك، دبابير الحديد ليست مثل نحل العسل. حينها صرخ جندي دورية بشيء أمامهم. نظر يينها وغمق وجهه. هل تسمي هذا نحلا؟ إنه ضخم. ردت جينغين بسرعة: هذه دبابير حديد من فئة الكشافة، ليست حشرة ضارة. قبض جندي الدورية على المقود وصاح: تمسك جيدا، حان وقت عرض المهارات. في اللحظة التالية هطلت عاصفة من الإبر، جذب المقود بقوة. انحرف بالشاحنة المدرعة لتجنب وابل الإبر بصعوبة، لكن الذعر انتشر. اللعنة، هذه ضربة إبر دبابير الحديد. درعنا لن يصمد. حادت عيني هاو، تدفق الطاقة خلاله. اترك السرب لي. فرصة مثالية لاختبار حركتي الجديدة. وميض طاقة قرمزية من كف يده يذيب موجة الإبر القادمة في الهواء. بدون تردد قفز هاو من الشاحنة. ابحثوا عن غطاء وإدافعوا، سأعود فورا. اندفع هاو نحو السرب. مزق دبابير الحديد بضربات وحشية. انشقت الدروع، تناثرت رذاذ الدم في كل مكان. ما هذه القوة؟ حتى أنه حول سلاحه. هذه قدرة تحول. امتص نواة وحش أثناء التقييم. تلالأت عين جين يانغ. ظننت أنه يستطيع فقط تحويل جسده، لكنه يمكنه أيضا تطبيق القدرة على الأشياء. هذا يعني أن أي شيء يلمسه يمكن أن يصبح سلاحا مذهل. يجب أن أسجل كل بيانات قتاله. عندما نعود سأدرسه جيدا. فجأة اخترق وميض طاقة خضراء ساحة المعركة. بانج، انفجار مخروطي. اخترق درعين هاو مباشرة. اتسعت عينيه. ما هذا بحق الجحيم؟
طاقة خضراء أقوى من إبر دبابير الحديد، حتى كسرت دفاعي. إذا لم أجد المصدر سأهلك. صح، هناك مصدر عدو آخر مجهول، جينجين. اختبي خلف الغطاء، استخدمي ذلك الصخر وتذكري دبابير الحديد تخاف من النار. لكن حينها أحد جنود الفرقة المجهزين اندفع إلى الأمام. لا تذهبي هناك، صرخت جينجيين، صوت صفير حاد. اخترق الجندي ضوءا أخضر، وبعد لحظة انفجار مدو مزق الهواء. انفجر الضباب القرمزي إلى الخارج. صرخ هاو جينجين، تلك الشوكة الخضراء، ما هذا بحق الجحيم؟ أخرجت جينجيان جهازها اللوحي. مسحت وأصفر وجهها. إنها من فئة الصياد ملكة العش. شوكتها تحمل سما قويا يكفي لتآكل أي درع أقل من الدرجة جي. مستحيل. صياد هنا. المعلومات خاطئة، هذا ليس عش منخفض المستوى على الإطلاق. أمر ينهى وأوامر بلا تردد. تعامل مع نحل الكشافة. الملكة لي إتلي، فهم تتركها لي. أجابت جينج يين بلا تردد. ورغم تصنيفها كانت مستيقظة العناصر. تمارس قوة العاصفة الهوائية. ارتفعت عاصفة دوامية من الرياح الحادة. قطعت السرب. تمزقت دبابير الحديد في الهواء. أجنحتها وأجسادها تتساقط قطعا. فجأة رصدينها وظلا ضخما. هناك كانت الملكة. أمسكت بها. تمتم بابتسامة باردة. كان جسد الملكة هائلا شامخا كعربة مدرعة مع التواء عنيف. سحقينها ودرعين معا، وطحنهما إلى كتلة ملتوية. في لحظات شكلها إلى رمح تمتم. هذا الطول يكفي. داس بقوة على الأرض. انشقت الأرض بصوت مدن. تحطمت الحجارة في الهواء. ثم رمى الرمح إلى الأمام. صرخ الهواء وهو يشق. اصطدم الرمح مباشرة ببطن الملكة بتأثير انفجاري، وأطلقت الحشرة وحشية صرخة حادة تخترق الآذان بشكل غريب. لم تسقط الملكة. اتسعت عين جنجيين بدهشة. مستحيل، نقطة ضعفها اخترقت. كيف لا تزال واقفة؟ لا يجب أن تمتلك صياد هذه القوة إلا إذا خطرت لها فكرة مخيفة. ركضت نحو يين هاو، تصرخ في ذعر. يين هاو لا تدعها تهرب. إنها على وشك التطور إلى فئة المسيطر. لكن يين هاو كان قد استنزف بسقوط ثقيل انهار على الأرض. تمتم. اتركها، لقد نفدت قوتي. لعن في داخله. بدون الضباب الأحمر لإعادة الشحن سأفرغ في ثوان. كان يجب أن يحتفظ ببعض للملكة. انحنت جينجيين فوقي بابتسامة ماكرة. هاي، هل تحاول التظاهر بالموت؟ ماذا الآن؟ تريدني أن أعطيك تنفسا اصطناعيا؟ لست مهتما بالأطفال. من الذي تسميه طفلا؟ قطع مزاحهما التوتر للحظة. ثم أخرجت جينجا قطعة شوكولاتة ودفعته نحو فمه. كل هذا، خذ استراحة. ليس الجوع ما يقتلني. حينها وصل جندي الدورية مع بقية الفريق. هل أنتم بخير؟ نظفوا ساحة المعركة وأقيموا قاعدة مؤقتة. يجب الإبلاغ عن هذا فورا. كانت جينج تكتب تقريرا على جهازها اللوحي. معا نظر يينها وجينج يين نحو ممر هروب الملكة. أظهرت أجهزتها أن تركيز الضباب الأحمر في العش لا يزال منخفضا، مما يعني أنه يمكنهم الدخول ببدلات واقية. عبس يين هاو، ألا ننتظر التعزيز؟ لكن جينج هزت رأسها. تلك الملكة جريحة. هذه فرصتنا الأفضل لجمع البيانات وإنهاء المهمة. ومستوى تهديد العش ارتفع بالفعل إلى متوسط عال. إذا نجحنا ستكون مهمة قاطع نيران. ستكون المكافآت ضخمة. في هذه الأثناء في مقر قوة الاستجابة الخاصة داخل مكتب الموظفين تحدث القائد سونغ بصوت منخفض. هناك انقسام بين كبار الضباط. بعضهم يريد تنميته كأصل من الدرجة الأولى، وآخرون، أولئك العلماء المجانين، يريدون تشريحه كعينة. وين هاو فريد من نوعه، راقبوه طوال الوقت. فجأة بدأ جهاز الاتصال الطارئ على حزام لين يونغ شين يورن بشدة. وكيف هو فريد؟ راقبوه عن كثب في كل الأوقات. فجأة بدأ جهاز الاتصال الطارئ على حزام لين يونغ شين يورن بشدة. أمر القائد سونغ، أجب عليه الآن. ماذا تقول لي؟ الخلية التي يستكشفها فريق يين هاو ارتفعت من الدرجة المنخفضة إلى الدرجة العالية، وين هاو وجينينغ دخلا بالفعل.
هذا تهور، تدخل القائد سونغ بهدوء لكنه بحزم. لا، تلك الفتاة جينينغ قد تبدو طائشة لكنها دقيقة، لن تخاطر بدون سبب. هناك شيء آخر يحدث هنا. أرسل أقرب فريق تشيشو فوراً. سونغ روي ستقود. الهدف الأساسي تأمين جان إنغ ويان هاوس هو الهدف الثانوي، القضاء على الخلية. حينها فجأة دفع لين يونغ جي الباب. تجمد لين يونغ شين. يونغ جي، ألم يكن من المفترض أن تكون في المستشفى؟ قال القائد سونغ ببرود. يونغ شين، أريد من أخيك أن يواصل مراقبة سونغ روي. هل لديك اعتراض؟ قال لين يونغ جي. أبلغ الكابتن سونغ روي فورا وكن معاونها، هذا أمر عندها فقط. أدرك لين يونغ شين. إذا أنت من وضعه بجانبها. قبل أن يلوح القائد سونغ لهم بالانصراف دون مزيد من الشرح. أفكاره ثقيلة. سونغ روي، لا أعرف لماذا يهمك يان هاو كثيرا، لكن كأبك هذا كل ما أستطيع فعله من أجلك. في الوقت نفسه كان يان هاو وجين إنغ قد وصلا إلى الخلية. فقط أعضاء تشيشواء مثلهم مزودون بدروع قتالية قوية تقاوم الضباب الأحمر. آمل أن تسير الأمور بسلاسة. جينينغ أبقت عينيها على الكاشف. عبست. قراءات الطاقة لم تتغير كثيرا بعد. لكن إذا تطورت الملكة حقا إلى فئة المسيطرة ستزداد صعوبة الخلية بشكل هائل. يان هاو الذي كان يسير أمامهم توقف فجأة. انخفض صوته. توقف. أمامهم شكل ضخم يلوح في الطريق. ملكة الإبرة السامة الحديدية المتحولة. من حجمها واللسعة المخيفة في ذيلها كانت قد ارتقت بالفعل إلى فئة المسيطرة. التطور اكتمل. اتسعت عينا جينينغ بدهشة. مستحيل. الضباب الأحمر هنا ليس كثيفا بما يكفي لتطور سريع كهذا، والأسوأ من ذلك حتى نحل الاستطلاع حولهم أصبح أقوى بوضوح. حدقت في محللها. الذعر ينتشر على وجهها. لا، مستوى الضباب الأحمر هنا تجاوز عتبة الخطر منذ زمن. لماذا لم يطلق النظام إنذارا؟ قبل أن تقول المزيد انهارت جينينغ فجأة على الأرض تسعل بعنف. تسرب الدم من زاوية شفتيها، لكنها أجبرت نفسها على الكلام بين أنفاسها. هناك خائن داخل تشيشوي، شخص ما عبث بدروعنا. الحماية ضد الضباب الأحمر تفشل في تلك اللحظة. ارتفع الضباب القرمزي متكثفا إلى تيارات تشبه الشفرات تقطع نحوهم. صلبت عينا يان هاو. جذب جينينغ للأعلى وصرخ. تراجعوا. في الوقت نفسه شعر يان هاو باندفاع من الحماس. كان قلقا من نفاذ الضباب القرمزي، والآن كان يتدفق بنفسه. لكن قبل أي شيء تعامل مع الأمر الأهم. تأمين جينينغ. في مطرك هذا لا يمكنه القتال وهي غير محمية. دخلوا كهفا مخفيا. همس يان هاو، اختبئ هنا. المكان مخفي وجيد التهوية. يجب أن تتحملوا لفترة. جينينغ، اتصل لي بالمقر الآن. أرسلوا تعزيزات. حضروا الدروع الواقية. سأشتري الوقت وأصدهم. جينينغ شدت كتفيها. اتركي الأمر لي. سأرفع بيانات الخلية والوضع الحالي فورا. بينما استعد يان هاو للانطلاق وتشتيت الدبابير السامة، نادت جينينغ فجأة خلفه. هي، إذا لم تعد سأجرك إلى الجحيم بنفسي. كان نظر يان هاو ثابتا وواثقا. لا تقلقي، سأعود. لقد اكتسبت قوة كافية الآن لحماية من يهمونني. وعد بصمت كما فعل مع شياون شوه. لا استسلام، لا تراجع. ثم جمع كرة طاقة حمراء لاهبة في راحة يده. واجه ملكة الإبرة السامة الحديدية من فئة المسيطرة وعدة دبابير استطلاع وزأر. هيا، لن أفشل. نظر يان هاو إلى السماء، كانت مليئة بدبابير الحديد كعاصفة حية. حسب بسرعة مدفع طاقة خنفساء فئة المسيطرة. يمكنني إطلاق طلقة واحدة فقط. لا يمكنني أن أخطئ. تنفس عميقا. جمع كل قطرة من الضباب الأحمر في كفيه. ركز. كثف وفجر. انفجار قرمزي وميض أعمى اندلع. التفجير مزق الهواء. صداه كالرعد. عندما استقر الغبار رك يان هاو يتنفس بصعوبة، غير متأكد من نجاحه. لكن مع وضوح الدخان انخفض وجهه. وزن الضباب الأحمر. لابد أنك تمزح. نظر للأعلى. لم تقل الدبابير الحديدية، بل ازدادت. أصبحت أقوى وأكثر عددا. لم يتردد جان إنغ مزق محللها. أصابعها تطير عبر الدوائر.
حصلت عليه، يجب أن يعطيه قراءات دقيقة الآن. بعد الثانية أطلق الجهاز صفير تحذير تحذير، تركيز الضباب الأحمر حرج، المستوى الحالي ضعف الحد الآمن. فجأة انفجار مدون خارج الكهف، موجة الصدمة كادت تقذف جينينغ أرضا. قلبها انقلب، ما هذا؟ الانفجار زاد من اضطراب الضباب الأحمر، الاضطراب تحول إلى محفز يغذي السرب، حتى أدنى دبابير الاستطلاع الحديدية تطورت بسرعة إلى وحوش فئة الصياد محاطة بعاصفة متزايدة من المفترسين. لم يكن أمام يان هاو سوى التهرب والالتفاف. اللعنة، كلما قاتلت زاد عددهم وأصبحوا أقوى. هاجمه دبور فئة الصياد، لسانه السام غرز في ساقه، الألم اجتاحه حتى في الهواء القرمزي الكثيف. معدل امتصاصه لم يواكب. أوه جيد، سأحترق قبلهم. قلب جان إنج ينبض في صدرها. يان هاو كيف لا تزال صامدا؟ فجأة اتسعت عيناها رعبا. انتظر، رقبتك، ذلك النمط، إنه تآكل الضباب الأحمر، لقد عبثوا بدروعك. استمر المحلل في الصفير بجنون، أضواء حمراء تومض والقراءات ترتفع أكثر فأكثر. تجمدت جينينغ، الإدراك ضربها كل لكمة. لا، الضباب يستهلكه، على وشك فقدان السيطرة. في نبضة القلب التالية دارت جينينغ يديها، تجمع ضغط الهواء حتى تشكلت كرة دوامية بين كفيها. احتاج لأن أبعد الضباب الأحمر عنه. ضغط الرياح انطلق، ووش ووش، سلسلة من قذائف الرياح صرخت في الهواء. قطعت مباشرة نحو يان هاو. الآن صرخت وضربت يدها على الزناد. انفجار مدون اندلع، تفرق الضباب الأحمر كنسيج ممزق. رمش يان هاو بعدم تصديق. أوه ممتاز، شكرا يا عبقري، لقد نفخت مصدر طاقتي. مع اختفاء الضباب القرمزي انقطع اتصال طاقته المحيطة فورا. فوقه كانت دبابير الحديد تحوم كمفترسين. أبرص لامع في الضباب الخافت. ووش ووش ووش، وابل من الأشواك السامة نزل من كل اتجاه. زأريان هاو معقود الذراعين ليحمي نفسه، تألم بينما غرست عشرات الأشواك في ذراعيه. اللعنة لديها سم شلل أيضا. قبل أن ينهي، كيف يمكنه الرد؟ موجة من المقذوفات الصافرة قطعت الهواء خلفه. اتسعت عيناه، اللعنة لا وقت للهرب. فجأة تحطم مدون. شخص ما اخترق الحطام من الأعلى. بوم، دخل القادم نفسه بين يان هاو والأشواك القادمة. تحمل الضربة كاملة على ظهره. تجمد يان هاو بدهشة. الملازم لين يونغ جاي. قوة من النوع سي. القدرة الأساسية تعزيز الجسم. القدرات المشتقة تصلب. حس فائق، نواة الوحش، زعيم الحرب، بنغولين، عض أسنانه، صرخ. القتال لم ينتهي، ركز. يان هاو، دبابير الحديد خلفك، صرخت تأييد التجمع لهجوم آخر. بانج بانج بانج. وقابل من إطلاق النار، مزق السرب، مزقهم يا عزيزي. أطلق الرامي في وميض برق. كانت الكابتن سونغ روي من النوع سي. القدرة الأساسية كهرومغناطيسية. المشتقات ضربة البرق. مدفع السكة، التحكم بالرمل الحديدي، القرصنة والتغناطيس، نواة الوحش، ثعبان عملاق. الكابتن سونغ، كيف فعلت ذلك؟ سونغ روي وضعت سلاحها في الحزام، عيناها حادتان، يداها لا تزالان تتألقان بالكهرباء. المقر أرسل لنا تعزيزات. جميع الوحدات تقدم. أمرت سونغ روي بصوت كالرعد. اقتلوا كل تلك الحشرات اللعينة. تحركت فرقتها فورا. دخلت في تشكيل مثالي. الفريق ألف، زدوا الضغط. أحرقوا ذلك الباب الرئيسي. الفريق باء، أضبطوا المدى المتوسط، اجعلوا أجنحتهم مقطوعة. أمرت الملازم لين يان هاو. تراجعوا وأعيدوا التجمع. تم. الكابتن في عمق الخلية. ارتفعت الملكة، بطنها ينبض بتوهج مخيف. بينما تجمعت الطاقة السامة عند طرف اللسعة. ما هذا السرعة؟ صرخ جندي الملازم لين. احذر، لكن سونغ روي لم ترف جفنها، ضاقت عيناها، رفعت بندقية السكة. البرق يزحف على السبطانة. لا تنظروا إلى الوراء، فقط اركضوا. فئة زعيم حرب حسنا. إذا إبادة كهرومغناطيسية. أطلق النار. أوس بنفسجي أعمى مزق الهواء، هز الخلية بأكملها، خلق موجة مغناطيسية عالية الجهد.
تجمد كل شيء بداخلها مشلول ومتطاير في لحظة. انكسر شوكة الملكة السامة في منتصف الطيران. ثم بوم، ضرب البرق صدرها مباشرة، إصابة مباشرة، صرخ جندي. انتظر، هذا الحجم، هذه ملكة فئة زعيم حرب. ذكرت في تقرير الباحث جين إنها تهرب للأعلى. صرخ أحدهم: إنها مشلولة، لن تذهب بعيدا. ردت سونغ روي: جميع الوحدات، أخلوا السرب وأولوية لعمليات الإنقاذ. نعم سيدتي. وقف يان هاو متجمدا للحظة، مندهش. هذه هي قوتها الحقيقية. تقدم الملازم لين بجانبه في مدينة ريدستون. لم يكن لدى الكابتن سونغ حتى معداتها القتالية الرئيسية أو درعها، كانت تقاتل بنصف قوتها. رمى سونغ روي بندقية السكة على كتفه وساروا نحو يان هاو. أين جين إنغ؟ أشار يان هاو إلى نفق قريب. هناك صوت جين إنغ عبر جهاز الاتصال. سونغ روي: 10 دقائق أخرى وستجر جثتي. ابتسمت سونغ روي: الآنسة جين تنجو مرة أخرى. أنت مدينة لي بعشاء، ولا تظني أنني نسيت آخر مهمة إنقاذ. سأل جندي، الهدف الأساسي مؤمن. ما هي أوامرك الآن؟ القضاء على السرب، تدمير العش بالكامل. بينما أعاد الآخرون التجمع، بدأ يان هاو بهدوء يمتص الضباب الأحمر المتبقي ليشحن نواته. الانفجار الأخير لم يقتله حتى. تمتم لنفسه: أعتقد أنني سأحاول مرة أخرى. زفر ببطء: حسنا، الطاقة مستعادة. ثم بوم بوم بوم، سلسلة انفجارات عميقة هزت الخلية. ما هذا بحق الجحيم! كانت الملكة تطفو في الهواء، تسحب كل ذرة من الضباب الأحمر في الخلية إلى جسدها. مستحيل، لقد وصلت للتو إلى فئة زعيم حرب. تحاول التطور مجددا. شحب وجه جين إنغ مع ارتفاع القراءات: خطر خطر. مستويات الضباب الأحمر تتجاوز المستوى الرابع. حدقت في ماسحها بعدم تصديق: من أين يأتي كل هذا الضباب؟ انتظر، هل يمكن أن تكون هذه الخلية من المستوى العالي؟ أطلقت ملكة دبابير الحديد زئيرا يهز العظام. موجات صدمة تمزق الكهف بينما العواصف القرمزية تدور حولها. كابتن سونغ صرخ صوت عبر الاتصال: لدينا أسراب متعددة من فئة الصياد قادمة من الخلف. تعامل مع السرب. أمر يان هاو عينيه مركزة على الملكة: سأقضي عليها بنفسي. يان هاو اللعنة تلألأت عين سونغ روي وهي تصرخ: جميع الوحدات غطوا نيران قمعية الآن. تم. طلقة مشحونة انحنت في الهواء وضربت ملكة دبابير الحديد. عضت سونغ روي أسنانها: إما ننجو هنا أو نموت جميعا هنا. اندفع يان هاو كميد ضوء أحمر دموي. الطاقة تتدفق عبر جلدي ضربة مرة بعد أخرى. مخالبه تصطدم بدروع الملكة في ضباب الغضب. لكن درع المخلوق كان كالفولاذ المصهور، صلب لا يتحرك ولا ينكسر. فقط القوة الغاشمة لن تنفع. يصطدم بدرع الملكة في دوامة من الغضب، لكن صدفة المخلوق كانت كالفولاذ المصهور، ثابتة لا تنكسر. تاتا فقط القوة الغاشمة لن تنفع. تمتم جمع قوته والطاقة تدور في كفه. انفجار قرمزي جي صفر بوم. هز الانفجار الخلية وألقى بيان هاو إلى الوراء نحو الحائط. هل فعلها؟ أغمض عينيه محاولا الرؤية من خلال الضباب. قلبه ينبض بسرعة. وبعد لحظة وجيزة انطلق شيء أسود وأحمر من الانفجار كرمح يمر بجانب رأسه. تدحرج يان هاو جانبا يلهث من التنفس. ليست قوة كافية. انفجار الطاقة وحده لا يقتله. أحتاج شيئا أكثر حدة، شيء يمكنه اختراق تلك الصدفة. فجأة وقعت عينا يان هاو على المقذوف الذي كاد يخترقه. إبرة الملكة الضخمة، شكل الوحش، ربط الزأر. أطلقت المزيد من اللسعات نحو فواب القاتل. تفادى يان هاو وتمايل في الهواء. اندفع مباشرة نحو الملكة، جمع كل ذرة من الضباب الأحمر بداخله. لف الطاقة حول اللسان كدرع منصهر. تيارات قرمزية تدور وتشتعل بحرارة عنيفة. أعطيتني سلاحا زأر. عيناها تتوهجان بالقرمزي. الآن دعني أرد الجميل. شريحة الضباب الأحمر، قوس قرمزي أعمى شق الهواء. انقسم جسد ملكة دبابير الحديد إلى نصفين. موجة الصدمة دمرت كل شيء داخل الغرفة. انهار يان هاو على ركبة واحدة يلهث، ذراعيه ترتجفان من الإرهاق. ثم ببطء
ارتفعت كرة كريستالية حمراء من بقايا الملكة نواة فئة زعيم حرب همس. مد يده وأمسكها مثالية، سآخذها، لكن لحظة إغلاق يده عليها ارتجف جسده كله. طاقة النواة غمرت عروقه، ملأت نواته الكريستالية الداخلية حتى الانفجار. ينهى وصرخ ممسكا صدره بينما الضوء القرمزي يمزق جسده. اللعنة إنها كثيرة جدا، لا أستطيع السيطرة عليها. على الجانب الآخر من ساحة المعركة كان المدفع الكهرومغناطيسي لا يزال يطلق النار. الكابتن تم تطهير السرب بالكامل. لاحظت جينينغ أن شيئا ما خطأ. لماذا يشعرون فجأة بأنهم أضعف؟ أمرت سونغ روي فورا. تحركوا لدعم يان هاو. وجدت يان هاو مستلقيا على الأرض وبجواره سلاح على شكل لسان. تغير تعبير سونغ روي. يان هاو، كانت جين إنغ تفحص حالته. معدل ضربات القلب مرتفع جدا، الإشارات العصبية غير مستقرة. نظرت إلى تعبير الألم على وجه يان هاو. قالت: تعرضوا لكثير من الضباب الأحمر، قد يفقد السيطرة. أمرت سونغ روي بقلق. الملازم لين استخدم الكبسولة الطبية المتنقلة لحجب إشاراته العصبية. لم يكن لديهم خيار سوى إقامة معسكر مؤقت في الموقع. سأل جندي دورية: هل سيكون الأخ يين بخير؟ رد لين: يونغ جي هو مستقر حاليا. أضافت سونغ روي: جين نينغ، أنت ضابط تقني، اضبط وراقب معايير الكبسولة الطبية. ردت جين نينغ: فهمت. بدأت الكبسولة الطبية بالعمل وتم حقن المخدر في الحجرة. نظرت جين نينغ إلى سونغ روي: هذا سيكبح الأمر مؤقتا فقط، نحتاج للعودة إلى المقر بأسرع وقت. ردت سونغ روي: مفهوم. لم يكن أحد يعلم أن داخل جسد يان هاو تدور معركة غير مرئية. رفعه ذاته المظلمة وقال: أعطني جسدك. احتضن الوحشية. فجأة تذكر يان هاو جديه وأخته. آسف يا أمي، أبي، شاشي، لقد انتهى كل شيء. شعري أنه على وشك الموت. النسخة المظلمة من نفسه كانت قوية جدا لدرجة أنه لا يستطيع الفوز. فجأة بدن وكأنه يرى والديه مجددا. عش يا طفلي، يجب أن تعيش. ثم جاء صوت أخته: يجب أن تعود سالما. نعم. شياو شواي كانت لا تزال تنتظره. المعركة لم تنته. ركز يان هاو، يمكنك فعلها. لن أسمح لك بالاستسلام هكذا. الجميع كان ينتظر. كان عليه أن يجد شياو شواي. كان عليه حماية من يحب. لم يكن يستطيع السقوط هنا بإرادة لا تلين. هاجم ذاته المظلمة. ارتفعت سلاسل لا حصر لها وربطت النسخة السوداء منه. أشار يان هاو إليها وقال بهدوء: هذه ليست مسؤوليتي فقط. وأشار يان هاو إلى الانعكاس الأسود منه وقال بهدوء: هذه ليست مسؤوليتي فقط، إنها مسؤوليتك أيضا. نظر إلى النواة ذات الشكل الصليبي القرمزي على صدره وهو يلهث. إذن هذا هو الثمن. ثمن أن تصبح أقوى. كل اختراق يشعرني وكأنني أرقص على حافة الهاوية. لماذا لا أستطيع فتح عيني؟ لماذا لا أستطيع تحريك جسدي؟ في تلك اللحظة كانت سونغ روي وفريقها في طريق العودة، لكنهم علقوا في عاصفة رملية هائلة. كانت العاصفة قوية جدا لدرجة أنهم لم يروا الطريق أمامهم. المضي قدما أكثر سيكون خطيرا جدا. قال القائد سونغ: هناك أطلال مدينة قديمة على بعد حوالي 3 كم. هل نأخذ ملجأ هناك؟ جينينغ: كيف حال يان هاو؟ علامات حياته مستقرة حاليا، لكنه لم يستعد وعيه بعد. عبست جينينغ لا تزال غير قادرة على فهم الأمر. أعطت سونغ روي أمرا مباشرا: الملازم لين توجه إلى الأطلال. أخبر المركبات التالية بالبقاء قريبة. وصلت القافلة بسرعة إلى الأطلال. الجميع انزلوا واستريحوا. فجأة أصبحت سونغ روي متيقظة. جينينغ: هناك شيء خاطئ هنا. امسحي المنطقة. افحصي استقرار البناء. اقرأي أي تركيز غاز أو مصادر حرارة. نعم سيدتي، أحمي ينهاو. هذه أولويتنا القصوى من القيادة. كان حدث سونغ روي صحيحا. كان هناك عدة أعداء يختبئون في الظلال يراقبونهم. في اللحظة التالية أطلقت من الأطلال عدد لا يحصى من السهام المسمومة نحو الفريق. الملازم لينشد ذراعيه بسرعة وصاح: هجوم العدو، تحصنوا.
نظرت جينينغ إلى السهام المدخنة وشحب وجهها. السهام مغطاة بسائل سم نحلة. أمرت سونغ روي الجميع بالانتشار بسرعة. دون أن تدري كان حجر ضخم يسقط فوقها، فتنقلت في الوقت المناسب. بوم! ضرب الحجر الأرض وأثار الغبار في الهواء. القائد سونغ صاح أحدهم. اندفعت سونغ روي إلى الأمام تخرج من الغطاء بينما كانت الحطام تتساقط. تقدم الملازم لين أمام جينينغ. جينينغ، احذري من الصخور الساقطة، لا تدعيهم يفلتون، خذي كل ما لديهم. صاح أحد المهاجمين. رمي بعض زجاجات البيرة نحوهم. جربوا هذا أولا. تصادم. تحطمت الزجاجة مطلقة سحبا من الغاز الأخضر. ما هذا؟ صاحت سونغ روي. لا، إنه غاز من سائل جسم وحش من فئة زعيم الحرب، له تأثير مشلل. رأى المهاجم هذا وبدأ يضحك. هجم رجل أعور على سونغ روي وهو يصرخ: ها يا صغيرة، سلمي كل متعلقاتك وابتعدي. ردت سونغ روي بغضب. ركلته بقوة. طار الرجل الأعور إلى الخلف أسرع مما جاء، وانهار بقوة على الأرض. في اللحظة التالية انطلق رمح ضخم نحو كبسولة الإسعاف. سقطت سونغ روي على الأرض وهي تقضم أسنانها. تبن جسدي مشلول. صاح أحدهم: اقبضوا عليه، أمسكوه. لا بد أن هناك شيء ثمين في هذا الصندوق المعدني. تغير وجه جينينغ. لا تلمسوه، صاحت. بعد لحظة اخترقت سهم ساقها. أمسك المهاجمون بما استطاعوا وهربوا فورا. بينما كانت جينينغ تراقب عاجزة، حدث شيء غريب داخل جسد يانهاو.